ليه تروحي تشتريه من بره وانت ممكن تعمليه في البيت وطعمه حلو جدا ومش هياخد منك تحضير اكتر من ربع ساعة. هنعمل الفراخ المقرمشة، تقدروا تقولوا عنها كريسبي تشيكن او تشيكن ستريبس، اي حاجة، هي فراخ مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بقى هبدأ بيها التتبيلة. هحتاج كوبايتين لبن رايب وبيضة واقلبهم كويس وكوباية دقيق، وبعد كده هنزل بالبهارات، معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، واتنين معلقة كبيرة بهارات فراخ، ومعلقة كبيرة نشا، واقلبهم كويس لحد ما يوصل للقوام ده. وبعد كده هنزل بالفراخ واقلبها كويس في التتبيلة، وهسيبها في التتبيلة لمدة ساعتين وبس كده. جهز بقى طبقة القرمشة الخطيرة جدا. هنحتاج بقسماط ناعم وخشن واخلطهم على بعض. هناخد الفراخ على طول من غير ما نشيل من عليها التتبيلة ونحطها في خليط التغطية ونضغط عليها كويس جدا جدا ونقلبها